تعرف ان الفراعنه ما كانوش بيرسموا؟ ايوه بالظبط كده، زي ما سمعت، كل الموجود على الجدران ده اصلا مش فن. ولو كملت 10 ثواني بس في الفيديو ده هتفهم لاول مره هم اصلا كانوا بيعملوا ايه. طول الوقت بنقرا وبنسمع كلمه الفن المصري القديم، الفنان المصري القديم. هل بقى فعلا النقوش والمنحوتات المصريه القديمه تعتبر فن؟ هل هم عملوا الحاجات دي عشان تعبر عنهم ولا علشان توصل رسالة؟ الأول لازم نعرف الفرق بين الفن والتصميم. باختصار، الفن هو تعبير الفنان عن نفسه وعن مشاعره. هو بيحاول يطلع اللي جواه حتى لو محدش فهمه. ممكن تصادف ويكون بيعبر عنك بسبب تشابه المشاعر أو التجربة. إنما التصميم رسالة موجهة فعلا، معمول عشان يوصل رسالة أو إحساس لحد تاني خالص، وبيخاطب العقل والشعور سوا. زي مثلا إنه عايز يوصل لك شعور بالفخامة والهيبة أو بالارتياح والثقة وهكذا. ببساطة الفن بيتكلم عنك، إنما التصميم بيتكلم معاك. لو رجعنا بقى للنقوش المصرية القديمة هنلاقيها دايما منظمة، مش مجرد نقوش شكلها حلو أو ألوانها جميلة. هنحس إن هم كانوا أقرب للمصممين أكتر من كونهم فنانين. النقوش اللي على الجدران ما كانتش مجرد رسومات شكلها حلو، دي كانت لغة، نظام بصري متكامل. كل رمز له معنى، كل مشهد بيحكي قصة، وحتى كل خط معمول بدقة شديدة جدا له وظيفة أكتر من كونه شكل. الهيروغليفية نفسها تعتبر أول ديزاين سيستم في التاريخ. هتلاقي دايما شغلهم موزون، منسق، ألوانه متناسقة، واللاي اوتس بتاعته محسوبة جدا. وحتى مواد وطرق التنفيذ اختاروها بعناية شديدة جدا عشان تعيش لآلاف السنين. سيستم كامل من رموز بسيطة جدا لكنه قادر ينقل رسالة هم اصلا خططوا ان هي توصل لك النهارده. اللي بقى عملوه المصريين القدماء مش فن للزينه، ده تصميم حقيقي ناجح بدرجه مرعبه، بدليل انه بعد الاف السنين لسه بنقرا لغتهم وبنفهم رسائلهم. نظام بصري عاش اطول من اي حضاره وساب بصمه محدش في العالم قدر ينكرها. والمره الجايه لما تشوف جداريه او تمثال اقف قدامه ثانيه كده، حلل وفكر، بص على تركيبه الالوان والرموز وقد ايه كل ده متناسق ومتناغم مع بعض. يمكن توصل لاستنتاج العلماء اصلا محتاجين يسمعوه، ويمكن تكون سبب في كشف سر من اسرارهم اللي لحد دلوقتي ما بتخلصش. وما تنساش تقول لي رايك، هل انت شايف النقوش دي فن ولا تصميم؟ لايك وفولو وشير لاصحابكم، عرفوهم قد ايه احنا عندنا حضاره مبهره. سلام.